مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سي سبورت. سنعرض لكم في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين لقطة غضب رونالدو بعد الخروج من كأس العالم واعتدائه بالضرب على أحد المشجعين، وأيضا تصريحات صديقة رونالدو جورجينيا، وكذلك تصريحات المدرب سانتوس مدرب المنتخب البرتغالي عن سبب وضع رونالدو احتياطيا وهل ندم على هذا القرار. ولكن أعزائي المشاهدين قبل البداية نتمنى منكم دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم. انتشر فيديو لرونالدو وهو يقوم بالاعتداء على أحد المشجعين، أراد التقاط الصور معه بعد نهاية مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب المغربي بعد خسارة رونالدو وتوديعه كأس العالم. وكان رونالدو غاضبا بسبب الخروج، وقام بالبكاء بشدة بعد خروج المنتخب البرتغالي في آخر مشاركة لرونالدو في كأس العالم. وبعد خسارة المنتخب البرتغالي نشرت صديقة رونالدو جورجينيا على حسابها على الانستغرام قائلة: اليوم اتخذ المدرب القرار الخاطئ بعدم إشراك رونالدو منذ البداية، اليوم لم نخسر، اليوم تعلمنا. ووجهت جورجينيا الكلام لرونالدو قائلة له: اليوم قرر صديقك ومدربك القرار الخاطئ، ذلك الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام من أجله هو نفسه الذي أدخلك إلى المباراة، وراك كيف تغير كل شيء. لكن بعد فوات الأوان لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم وأقوى سلاح لديك في الملعب، اليوم تعلمنا درس. وصرح مدرب المنتخب البرتغالي سانتوس بعد نهاية المباراة: لست نادما على عدم البدء برونالدو أساسيا، قدم الفريق أداء جيدا للغاية ضد سويسرا، كريستيانو لاعب رائع وقد أشركناه في المباراة عندما احتجنا لذلك، لست نادما على ذلك. وأضاف قائلا: لا يجب أن نتخذ القرارات عاطفيا، القرار الذي اتخذته حول جلوس كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء ربما كان الأصعب في مسيرتي، ولكن كان علي التفكير بعقلي والقيام بما أعتقد أنه أفضل للفريق والمجموعة. وإلى هنا نصل أعزائي المشاهدين إلى ختام هذا الفيديو. قبل الختام نتمنى منكم دعمنا أعزائي المشاهدين بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم كرة القدم.